النهاردة هنعمل الكشري بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة تعجبهم جدا. قبل أي حاجة تعالوا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هتعملي أحلى طبق كشري في البيت بخطوات بسيطة ومن غير مواعين كتير، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وجربي الطريقة دي على ضمانتي بجد هتعجبك وهتعجب الولاد. ومش هتبطليها، هتخلي يوم في الأسبوع كده يبقى كشري زي ما أنا عملت. أول حاجة أنا عملتها، المفروض أول حاجة كنت أبدأ بيها البصل، إن أنا أعمله إن أنا يعني يكون زيت غزير عشان أعمل فيه البصل أقليه. لكن أنا استعجلت وبدأت بالشعرية. بس انتي لو هتبدأي زيي لأ، ما تبدأيش بالرز بالشعرية أو لا، ابدأي إن انتي تحمري البصل الأول وبعدين تاخدي الزيت بتاعه تستخدميه. أنا هنا حمرت الشعرية في زيت عادي، مش زيت بصل ولا حاجة، زيت عادي. وهبتدي إن أنا أقلبها كده لحد ما تاخد لون غامق شوية عن الطبيعي، وأحط عليها الرز. وطبعا العدس بجبة أنا نقعاه تقريبا بقالي ساعة في مية سخنة. حطيت الرز واديتهم تقليبة حلوة كده، وحطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح، وقلبتهم كويس الشعرية مع الرز. وبعدين هضيف عليهم العدس بجبة اللي أنا نقعاه. زي ما قلت لكم نقعاه ساعة واحدة بس في مية سخنة، مسبتوش يغلي ولا حاجة. وسبت فيه شوية مية كده من اللي كان منقوع فيهم عشان يدي طعم الكشري. حطيت مية، زودت مية وزودت الملح وظبطته وقفلت على كده. اسيبه بقى على نار عالية لحد ما ينشف، وهدي عليه النار واسيبه مع نفسه كده خالص. البصل يلا بينا بقى نعمله. إن زي ما قلت لكم الخطوة بتاعة البصل دي خليها أول خطوة عشان تكون سهلة عليكي، لكن أنا عشان ما كانش عندي بصل وعما بعت اشتريت ورجعت فأخد معايا وقت. كان عندي زيت غزير زي ما انتم شايفين كده، مش غزير قوي يعني. انا عايزه اقول لك ما بتحطش على البصل اي حاجه نهائي خالص. هو بصل بس كده. بس اهم حاجه وانت بتطلعي البصل على نار عاليه والزيت يكون سخن وزيت غزير شويه، واول ما البصل ياخد لون تطلعيه على طول كده. وبعدين تصفيه بمعلقه، يعني زي ما انتم شايفين انا معايا معلقه بتطلع اللي هي فيها فتحات، والمعلقه التانية بضغط بيها كده ان هي تصفي اي زيت بينزل منها. عايزه اقول لك هيطلع معاكي حلو جدا ومقرمش واخد مش اخد لون غامق خالص، لا ده لون فاتح وكمان مقرمش. فطلعت كل الكميه اللي معايا كده. كنت بحط دور وارجع احط دور، بس شايفين اما بدك عليه بالسباتولا كده او اضغط عليه بينزل كم زيت كتير جواه. هو في الاول كده هتحسيه طري، لكن بعد كده هتلاقيه ناشف خالص وبجد بيبقى حلو جدا. بعد ما خلصت جبت شويه من الزيت بتوع بقى البصل اللي انا حمرت فيهم، وبدات ان انا اعمل الصلصه. اول ما باجي اعمل الكشري بجيب راس توم كبيره كده، وابتدي ان انا افرمها في ايدي الهون كده في الهون. واخدت منها بقى معلقه كبيره كده من التوم، وقلبتها كده مع الزيت اللي هو بتاع البصل، قلبتهم كويس جدا كده مع بعض. اول ما ابتدي ان هي لونها بس يا دوبك هيصفر اهو، او ريحتها ان هي تطلع، هروح حاطه عليها صلصه الطماطم على طول. وممكن تحطي بقى بهارات كشري بتتجاب جاهزه من عند العطار، او تحطي ملح وكمون وفلفل اسود وسنه شطه بسيطه. قلبت كده كويس لحد ما التومة بدأت ان هي تاخد توم، بدأت تاخد لون. وفي نفس الوقت الزيت بتاع البصل هيديها تيست حلو قوي قوي، جربي ومش هتندمي. وكمان الطماطم وانا خلطها بحط معاها كام فص توم. هنا بوريكم ان البصل طالع معايا مقرمش وحلو جدا. وهنا معايا حلة بتغلي على النار، هحط فيها مكرونة شعرية، والمكرونة اللي بتبقى حجمها صغير خالص كده، المكرونة اللي هي سباكيتي، والمكرونة اللي بتبقى حجمها صغير كده. واحطهم على بعض وهسيبهم مع بعض لما يتسلقوا خالص، واحط معاهم شويه من الزيت بتاع البصل اللي انا قليته. الزيت ده احنا هنستخدمه في كل حاجه عشان كل حاجه تبقى عاطيه طعم البصل المكرمل ده. حطيت عليهم شويه من الزيت وشويه من الملح، وقلبتهم كده وسبتهم بقى مع نفسهم لما يستووا كده ويجهزوا مع نفسهم. وعما المكرونه تستوي معايا زي ما قلت لكم، هنعمل حاجه تانية اللي هي اول حاجه كده جبت معلقتين من الزيت وحطيت عليهم تومية برضو عايزاها تتحمر، بس يعني عارفين مش تتحمر، انا عايزاها بس تتقلب مع الزيت كده تقليبه بسيطة. واحط عليها 3 4 معالق من الخل ونص كوباية مية، وملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود. وهنقلب الكلام ده كله كده كويس مع بعض. بس انا هطش التوم بالخل، يعني هحط على التوم شوية خل كده عشان نبقى طشناه. وبنحط البهارات بتاعتنا، الكزبرة أساسي، الكمون أساسي، الملح والفلفل الأسود أساسي طبعا، وممكن تحطي ليمونة. وبس كده بقى سيبها تغلي غلوة، وبعدين نجهز أحلى طبق كشري ممكن تدوقيه بجد حلو جدا. أول حاجة احنا عملنا مع بعض الرز والعدس بجبة والشعرية مع بعض، وحلل المكرونة وحلل الصلصة. ويعني مفيش أسهل من كده بجد. حطيت بقى المكرونة، أول حاجة حطيت كده الرز والشعرية والعدس، وبعدين حطيت عليها المكرونة، وبعدين حطيت الصلصة. طبعا الشطة بتطلع ازاي، باخد معلقة من الصلصة دي واحط عليها، باخد شوية يعني منهم واحط عليها معلقة كبيرة من الشطة واقلبهم مع بعض. والدقة بتبقى في منتهى الجمال. طبعا انا مبحبوش بصراحة بالحمص، ولا ولادي بيحبوا الحمص، فعملتهم بالبصل كده بس. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم. اسيبكم في رعاية الله.